عجبتني أوي طريقة الchef دي في عمل البطاطس، فقُلت أجرّبها، تعالوا بينا نجرّبها مع بعض ونشوف طعمها هيبقى عامل إيه، وكمان هنعملها بمكونات بسيطة وعلى قد إيدينا كده في البيت. أول حاجة هنجيب كيلو من البطاطس الصغيّرة دي، هنجيبها نغسلها كويس، وهنجيب حلة وهننزل بالبطاطس بتاعتنا طبعًا علشان هنسلقها على النار، وهننزل عليها بالمَيّة، طبعًا أهم حاجة المَيّة تبقى مغطياها بالشكل ده كده، وهناخد الحلة وهنحطها على النار لغاية لمّا البطاطس بتاعتنا تستوي معانا، وما تنسوش الملح، هنضيف عليها نُص معلقة كده من الملح، وهنسيبها لمّا تستوي معانا تمامًا، وبكده البطاطس استوت معانا. هنصفّيها وهنغسلها بمَيّة ساقعة وهنقشّرها لغاية لمّا نقشّر الكمية اللي معانا كلّها، وهنجيب طاسة على النار وهانزل فيها بشوية من الزيت، وهنسيبهم لغاية لمّا يسخنوا معانا، وهانزل بالبطاطس وهنشوّحها كويس، وهننزل بنُص معلقة من التوم المفروم وهنشوّح التوم، وكمان هانزل بمعلقة كبيرة من هريسة الشطة طبعًا دي عاملينها معاكم على الصفحة، وهننزل ببصل وفلفل أحمر وفلفل أصفر وبصل أخضر، وهنشوّح المكونات كلّها مع بعض، وهنرُش رشة بسيطة من الملح والفلفل، وبكده بقت جاهزة معانا طعمها يجنن كل اللي هياكل منها، وبألف هنا ليكم.